هل عمرك سألت نفسك يعني إيه برمجة؟ ببساطة، البرمجة هي الطريقة اللي بنخلي بها كمبيوتر يعمل اللي إحنا عايزين. يعني أنت بتكتب له تعليمات وهو بينفذها بالحرف. طيب، هو كمبيوتر بيفهم الكلام اللي إحنا بنكتبه كه؟ لا طبعاً. كمبيوتر ما بيفهمش عربي ولا إنجليزي. كمبيوتر بيفهم لغة واحدة بس، لغة الآلة أو ماشين لان كود. ودي عبارة عن أصفار وواحدات كده: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0. بس أكيد مش تقعد تكتب كده طول اليوم. علشان كده المبرمجين اخترعوا لغات تانية أسهل للبشر، زي بايثون، سي بلس بلس، جافاسكريبت، وجوف. اللغات دي بتسمح لك تكتب الكود بشكل مفهوم، والكمبيوتر بعد كده بيحول الكود ده للغة الآلة اللي هو بيفهمها. يعني لما تكتب مثلا برنت هيلو وورلد، كمبيوتر بيعدي على كذا مرحلة: المترجم أو الكمبايلر انتربريتر بيحول الكود ده لأصفار وواحدات، وساعتها كمبيوتر بينفذ الأمر ويطبع لك الجملة على الشاشة. فالبرمجة في النهاية مش مجرد أكواد، دي طريقة تفكير وتنظيم خطوات علشان تحل مشكلة أو تنفذ فكرة. ببساطة، البرمجة هي إنك تعلم كمبيوتر يفكر.